سمعتوا قبل كده عن الكوخ المهجور في الغابة؟ الناس دايما بتحكي قصص عن الأشباح واختفاءات، لكن 3 أصدقاء جاك وإيميلي وريان قرروا يكتشفوا الحقيقة بنفسهم. مغامرة محدش يقدر يتخيلها. الغابة حواليهم مظلمة والرياح بتزق الأشجار، كل خطوة قلبهم يدق أسرع. لما وصلوا للكوخ ضباب خفيف غطى المكان، الأشجار حواليهم بتتحرك. جاك قال يلا ندخل ونشوف. إيميلي وريان تبعوه لكن كانوا متوترين، بس الفضول دفعهم للأمام. أول ما دخلوا الباب اتقفل فجأة. إيميلي حاولت تفتحه لكن ما اتحركش. ريان سمع همسات غريبة جاية من كل حتة. ظل مظلم بدأ يتحرك على الحيطة. الأصوات كانت أقرب من أي وقت، كأن الكوخ نفسه بيتنفس معاهم. الضباب غطى كل حاجة. ظل كبير ظهر على الحيطة. جاك وإيميلي وريان اتحبسوا في زاوية واحدة. قلوبهم كانت بتدق بسرعة، كأن الكوخ نفسه بيراقبهم. كل حركة بسيطة كانت بتخوفهم أكتر. ريان فجأة بدأ يختفي تدريجيا. جاك وإيميلي مذهولين حاولوا ينقذوه لكن ظله اختفى بالكامل. صوته ضاع في الهواء والكوخ بقى ساكت. الخوف كان مسيطر عليهم بالكامل. جاك حاول يفتح الباب لكن كل الشبابيك اتقفلت. إيميلي حست بشيء يمسك رجلها. ظلال بتتحرك حواليهم بسرعة، أصوات همس وضحك بعيد. كل ثانية كانت أكنها دقيقة. الخوف سيطر عليهم أكتر وأكتر. الأصدقاء حاولوا يهربوا لكن الكوخ مش بيسمع بيهم يخرجوا. الظل ظل صامت منتظر زوار جدد. هل ستكون أنت التالي؟